المنتخب المغربي ببساطه شديده جدا عمل افضل انجاز عربي وافريقي في تاريخ كؤوس العالم. والمنتخب المغربي بمشاركته في نسخه قطر 2022 عمل بنش مارك عالي قوي، حط سقف وحط طموحات مختلفه تماما عن اي مشاركه عربيه افريقيه ما قبل 2022. يعني كل الافريقيه قبل 2022 كوم، وبعد 2022 كوم تاني خالص. اللي عمله وليد الرجراجي واللي عمله رجاله المغرب هم عملوا هزه شديده جدا في امور كتيره جدا. على المستوى الفني ورالك قد ايه ان انت عندك امكانيات فنيه عربيه افريقيه مميزه جدا، تستطيع بمنتهى السهوله واليسر ان تتنافس وتضاهي اعتى الامكانيات الفنيه اللي موجوده في الكره العالميه والاوروبيه تحديدا. ورالك ان انت لما بتعمل شغلك مظبوط بتقدر تنجح، وكمان ما بترضاش بالقليل. بالعكس، نجاحك ده وشغلك اللي بتعمله مظبوط بيخليك دايما طموح ان انت توصل لاعلى المراتب، ولما ده بيحصل ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك. الحاجه الثالثه والمهمه جدا والتي لا تقل اهميه عن الامور الفنيه، ان منتخب المغرب ورجاله المغرب واسود الاطلس اللي انا بحسهم زي برتغال العرب، برتغال افريقيا، يعني من لون الفانيلا للاسلوب والشكل الفني والتكتيكي للمغرب تحسهم كده البرتغال في عزها. المنتخب المغربي باللي عمله لاعيبته من ان هم محافظين على التميز في الجانبين، الجانب الفني، ازاي ان هم لعبوا 7 ماتشات اجمد من بعض في بطولة كاس العالم 2022، بداية بقى من كرواتيا لبلجيكا لكندا لاسبانيا للبرتغال لفرنسا بعد كده كرواتيا مرة تانية. تميز شديد على الجانب الفني، ولكن التميز المهم جدا بالنسبة لي والذي لا يقل أهمية عن التميز في الجانب الفني هو الجانب الشخصي. شخصيتهم اللي حاضرة في الأرض الملعب، إن هم واثقين في نفسهم، واثقين في إمكانياتهم، مش مستقلين نفسهم، ما عندهمش دنو في طموحاتهم، لا بالعكس عايزين الأكثر وعايزين الأحسن والأفضل. كمان على الجانب الأخلاقي بيوروا لكل الشباب وبيوروا لكل المتابعين قيمة إن أنت تبقى قدوة وتبقى نجم كبير ولعيب كبير، وإن فكرة إن أنت تحقق شهرة وتحقق فلوس وتحقق بطولات أو تحقق طموح شخصي على مستوى الأندية ده ما بيخليكش تنسى الهوية بتاعتك، وإن أنت عندك قيم معينة اتربيت عليها وتفضل محافظ عليها. بالعكس ده هي بتكون سبب، وحفاظك عليها بيكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويكرمك ويكرمك. وانا هنا بتكلم تحديدا عن لقطات بر نجوم واساطير المغرب بوالديهم وامهاتهم تحديدا. اللقطات دي مهمه جدا. يمكن لسه قبل ما اخش مع حضراتكم الحلقه انا شفت جرافيتي لصوره اشرف حكيمي وهو بيبوس والدته في احد شوارع برشلونه. انتم متخيلين حضراتكم ازاي الاثر، ازاي ان انت عليك الاذان وعلى الله البلاغ، انت ازاي ممكن تعمل تصرف يبدو لناس كتيره جدا بسيط، بس ازاي يبقى مؤثر في كتير وملايين انت مش شايفهم ولا عارفهم، بس هم شايفينك وعارفينك وبيتفرجوا عليك وبيحبوك وبيتاثروا بالتصرفات اللي انت بتعملها. كمان اللي عملوه اسود الاطلس، اللي عملوه لعيبه المغرب ونجوم المغرب، بيوري لكل اللعيبه والمديرين الفنيين النجاح على مستوى الانديه والنجاح الشخصي حته ومقام، والنجاح باسم منتخب بلدك وبفانيله منتخب بلدك وبنشيد منتخب بلدك ده مقام سامي مختلف تماما. مهما كنت لعيب عبقري، مهما كنت نجم النجوم المتنجم اللي عملت في الكوره اللي ما عملوش حد، لو ما حققتش وما عملتش انجازات مع منتخب بلدك وسمعت نشيد منتخب بلدك وكنت فرحان وقلبك بيدق كده وانت نازل تلعب ماتش لمنتخب بلدك وبتكسب منتخب بلدك، بيبقى تاريخك ومشوارك منقوص بشكل كبير جدا. وده اللي مخلي كل الدنيا متعاطفه مع ميسي، وده اللي مخلي الارجنتين بلعيبه الارجنتين بكل الدنيا في ظهر ميسي وبيعملوا سبورتنج لميسي عشان يكسب كاس العالم. هو ميسي عمل كل حاجه في الكوره، بس ناقصه كاس العالم، ناقصه البطوله دي عشان تزين مشواره وتاريخه مع منتخب الارجنتين. فكل التحيه كل التقدير لمنتخب المغرب، لاسود الاطلس، لوليد الرجراجي، على الجمال اللي هم عملوه، على الانجاز اللي هم سطروه، التاريخ اللي هم كتبوه بفنيات وبرجوله وبقلب وبروح وبتكتكس وباخلاق وباحترام. الحقيقه صوره وبرواز متكامل وكمان لله وحده. بس الحقيقه ان منتخب المغرب شرفنا بمعنى الكلمه الحرفي على كل الجوانب، جوه الملعب وبره الملعب. والحقيقه لو في شويه بس توفيق، منتخب المغرب كان على الاقل يستحق انه يحصل على الميداليه البرونزيه والمركز الثالث. ازاي شفنا كلنا ان صادفوا سوء حظ شديد جدا في لقاء منتخب فرنسا وظلم تحكيمي في لقطتين كانوا ممكن يبقوا ضربتين جزاء لمنتخب المغرب. حتى النهارده في عز ما كان المغرب مسيطر على الشوط الاول وهو الاقرب للتهديف وللتسجيل، بيدخل فيه هدف في وقت كانت كرواتيا مش هي الافضل خالص في اللقاء، في توقيت صعب جدا خلى المغرب تخش الشوط الثاني وهم خسرانين، ما قدروش يرجعوا في النتيجه. صادفهم برضه سوء
يعني حظ وعدم توفيق كبير جدا في فكره الاصابات اللي اثرت على لقاء فرنسا واثرت النهارده، ولكن في النهايه كل التحيه والتقدير ليهم على قيمه الانجاز اللي عملوه، على قيمه النجاح، ان هم بيبكوا وبيعيطوا بدل الدموع دم، عشان صعبان عليهم ان هم ما يعملوش انجاز، مع ان اللي هم واصلين له ده مش انجاز، ده اعجاز ما كانش اي حد يحلم بربع ولا حتى بتمنه ان هم يوصلوا له. وعلى الرغم من ده لا، هم سقف طموحاتهم في حته ثانيه خالص وفي مكانه مختلفه تماما. فكل التحيه وكل التقدير للمغرب